بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو يتحدث عن بعض الملاحظات المهمة التي تخص تربية الحمام، لأن كثير من الأشخاص طلبوا مني تقديم هذا الفيديو. أخوتي، هناك 3 جوانب مهمة يجب الالتفات إليها، وهي جانب الإيواء، حيث يجب توفير المأوى المناسب صيفا وشتاء للطيور، لأن كما تعرفون أجواء العراق قاسية صيفا وشتاء، ومعظم مربي الحمام يبنون بيوتهم فوق الأسطح يسمونها أبراج، حيث تكون في هذه الحالة معرضة لأي تغيرات جوية من حرارة أو برودة أو رطوبة الجو أو التيارات الباردة أو تلوث الهواء الجو بالأتربة وغير ذلك.